السلام عليكم. بلا شك حتى نتوما كيعجبكم الشيبس ولا الرقائق نتاع البطاطا اللي كنشريهم من الزنقه. اليوم غنصايبوهم في الدار بلا ماكينه ديال تقطيع البطاطا. غزالين ساهلين كيطيبوا في لون واحد. شوفوا كيفاش دايرين كيشهيو كيجيو مقرملين باي نوع د البطاطا كاين عندكم. ماشي ضروري تكون بطاطا حمراء ولا بطاطا بيضاء، اللي كان عندكم. تفضلوا معايا نعطيكم المقادير والطريقه ديال التحضير. هنايا خديت البطاطا كيما قلت لكم اي نوع د البطاطا بيضاء ولا حمراء اللي كان عندكم، يعني ماشي شي نوع محدد ديال البطاطا. كنقيوها كنغسلوها مزيان وكناخذوا هذا الموس ديال البطاطا ولا هذه الكراطه باش كنقيو البطاطا. تنبداو نكرطوها هكا عشوائيا فوق البطاطا حتى كنتحصلوا على هاد الرقائق اللي كتشوفوا، كبارين صغارين متوسطين. المهم قطعوا غير عشوائيا. هذا الموس هذا راه رخيص كيتباع عند الصحاب 5 دراهم ب5 دراهم. من بعد ما كنقطع ولا كنكرط البطاطا ديالي على شكل رقائق، كنزيد عليها الماء، كنزيد عليها 2 معالق كبار ديال الخل وكنخليوها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق باش هكا كطلق داك النشا اللي تيكون لاصق فيها من الفوق، باش كي نجيو نقليوها ان شاء الله ما تلاصقش حبه مع حبه وبالتالي ما كتقلاش مزيان. هنايا من بعد ما دازت 10 دقائق كنحاول نشللها مزيان حتى كنتخلص من ديك البيوضيه اللي كتكون في البطاطا. يعني كنشللها ونصفيها ونعاود نشللها ونصفيها صافي. كنستقطرها مزيان. في هذه الوقيته هذه كنكون دايره الزيت كيسخن. فاش نبغيو نقليوها في شي حاجه كتكون شويه غارقه باش يكون الزيت عايم على البطاطا صافي. وتنرميوها بشكل عشوائي، يعني ماشي حبه بحبه ولا ما تخافوش تلاصق. يعني الا شللتوها مزيان نهائيا ما تلاصقش ليكم. كنخليوها كتبدا تقلى، ما كنبقاوش نحركوها حيت في هذه الوقيته في هذوك الثواني الاولى ديال فاش يلاه كنرميو البطاطا كترطب، يعني ما خصناش نحركوها باش يعني ما تقطعش ليكم ولا ما تهرسش، تبقى هكا محافظه على دوك الطريفات. غير كتشوفوا الصفوريه طلعت فيها كتبداو تحركوا، ما كترساوش من التحرك. والتحرك عاوتاني يكون بشويه غير بالعقل باش ما تهرسش ليكم صافي. باش كتاخذ واحد اللون موحد، ماشي كتجي وحده طايبه محمره وحده شويه وحده صفراء وحده بيضاء، يعني كتاخذ لون موحد كما شفتوا في الصوره في البدايه ديال الفيديو. غنرميو واحد الرميه اخرى ولا واحد القليه اخرى. وفي هذه الوقيته هذه على بيد ما توجدنا هذه القليه غندوزو نصايبو باش غادي نكهو هاد البطاطا هذه. نتوما لكم الاختيار في النكهات وعلى حسب شنو عندكم في الدار. انا غادي ندير فيها غير التحميره. هنا كنوريكم حتى نفس الطريقه كنديرها حتى للفريت. غنديروا التحميره ولا الفلفله حمراء حلوه، غادي نديروا شويه ديال السودانيه الحرور وغنديروا شويه ديال الملح. نتوما الا عندكم العطريه ديال الحوت، العطريه ديال الشاورما، العطريه ديال اللحم، العطريه ديال القطبان، المشاوي اللي عندكم، العطريه ديال الحوت، يعني نسمو باش ما بغيتو. الثومه بودره، البصله بودره، اللي بغيتوها البنات ديروا. حنا درت داكشي اللي متواجد عندي في الدار وعطيته لوليداتي. عرفتي كتجي رائعه. حتى انا خديت حقي. هذه غير قليه وحده، مازال قليه وحده اخرى كتقلى. عرفتي جات فنه. شوفوا اللوين كيفاش كيجي، كتجي لون موحده البنات، ما كتجيش جهه طايبه وجهه ما طايباش. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، واللي جرباتها وصدقات معها ترجع لي كومونتير تقولها لينا. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. خليتكم على خير، الى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه.